ظهر على الشاشة في تلك اللقطة لم يكن مجرد لاعب شاب منزعج بعد مباراة صعبة، بل كان مشهدا أكبر بكثير من مجرد انفعال عابر. لامين يامال خرج غاضبا رغم أن برشلونة انتزع فوزا ثمينا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، والكاميرات التقطته وهو يمر بجوار هانز فليك من دون احتفال واضح، بينما التفسير الرسمي السريع قال إن السبب هو الإحباط الفني، لأن اللاعب قدم مباراة قوية لكنه لم يسجل، وخرج وهو يشعر أن المجهود الذي بذله لم يترجم إلى هدف أو لمسة حاسمة كما كان يريد. لكن هذه ليست كل القصة، لأن ما لم يعرض كاملا للجمهور هو أن الأجواء من حول يامال لم تكن عادية أصلا. وفقا لفيديو متداول وتقارير صحفية ظهرت بعد اللقاء، سمعت من المدرجات إساءات تمس شكله وأصله، بينها مطالبة مباشرة له بأن يعود إلى المغرب، وهو ما يجعل مشهد خروجه غاضبا أكثر تعقيدا من فكرة لاعب لم يعجبه مستواه فقط. هنا تبدأ الزاوية التي غابت عن كثير من الناس، لأن الذي شاهد النهاية فقط قد يظن أن لامين يامال كان غاضبا من فليك أو من تبديل أو من فرصة ضائعة، لكن عندما تضع اللقطة داخل سياقها الكامل ستجد أن اللاعب دخل هذه المباراة أصلا وهو قادم من أيام مشحونة جدا بعد واقعة أخرى أثارت جدلا واسعا في إسبانيا خلال مباراة منتخب إسبانيا أمام مصر، حين فتحت الشرطة تحقيقا في هتافات معادية للمسلمين داخل الملعب، ويامال نفسه علق بعدها مؤكدا أن تحويل الدين إلى مادة للسخرية داخل المدرجات أمر غير مقبول ويحمل جهلا وعنصرية. لذلك فالمسألة هنا ليست أن لامين يامال أضاع فرصة فحسب، بل أن اللاعب وجد نفسه خلال فترة قصيرة في قلب أكثر من مشهد يتجاوز كرة القدم نفسها، من هتافات تمس الهوية والدين إلى إهانات تمس الأصل والانتماء، ثم في النهاية يطلب من الجميع أن يقرأوا غضبه على أنه مجرد عصبية مباراة، وكأن الضغط النفسي لا يتراكم، وكأن اللاعب الشاب مفصول تماما عن كل ما يسمعه ويراه حوله. والأهم من ذلك أن الإهانة الموجهة ليامال لم تأتي من فراغ، لأنها تضرب مباشرة في نقطة يعرفها كل من تابع مسيرته منذ البداية. لامين يامال ولد ونشأ في إسبانيا، ووالده من المغرب، وقد مثل إسبانيا دوليا بشكل نهائي منذ استدعائه الأول، وهو ما أنهى أصلا أي حديث عن إمكانية تحوله لتمثيل المنتخب المغربي. ولذلك فإن عبارة ارجع إلى المغرب ليست مجرد شتيمة من مدرج غاضب، بل محاولة لسحب الانتماء من لاعب ولد في هذا البلد ونجح فيه واختار تمثيله فقط لأنه لا يطابق الصورة الضيقة التي يريدها البعض عن هوية اللاعب الإسباني. وهنا تحديدا يصبح المشهد أخطر مما يبدو، لأننا لا نتحدث عن هتاف عابر يمكن دفنه تحت عنوان حماسة الجماهير، بل عن رسالة واضحة تقول للاعب يمكنك أن تسجل ويمكنك أن تصنع ويمكنك أن تفوز، لكن في لحظة واحدة قد يأتي من يذكرك بأنه لا يراك كامل الانتماء كما ينبغي. وهذا هو السبب الذي يجعل كثيرين رأوا أن لقطة الغضب لم تكن مجرد رد فعل على كرة لم تدخل الشباك، بل على مناخ كامل من التوتر والإساءة والضغط، حتى لو ظل التفسير الرسمي لفليك محصورا في الجانب الفني. فليك نفسه حاول تهدئة القصة سريعا وقال إن يامال كان منفعلا فقط لأنه بذل كل شيء في المباراة ولم يحالفه الحظ في التسجيل أو في اللمسة الأخيرة، وهذه رواية منطقية داخل حدود 90 دقيقة، خصوصا أن لامين كان قريبا فعلا من التسجيل وظهر مؤثرا في أكثر من لقطة. لكن المشكلة ليست في كلام فليك وحده، بل في الاكتفاء به وكأنه التفسير الوحيد الممكن، لأن المدرب يتحدث عما رآه داخل الملعب، بينما الناس الذين تابعوا ما خرج من المدرجات والذين تذكروا ما حدث قبل أيام في مباراة إسبانيا ومصر يدركون أن الحالة النفسية للاعب لا تقرأ فقط من الفرص الضائعة. أحيانا تكون كرة القدم هي الشرارة الأخيرة فقط، بينما النار الحقيقية تكون مشتعلة قبلها بوقت طويل. ومن هنا تأتي الحقيقة التي لم تعرض للجماهير كما يجب. لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي بأن الإساءة من المدرجات هي السبب المباشر الوحيد وراء خروج يامال غاضبا، والالتزام المهني يفرض قول ذلك بوضوح، لكن في المقابل تجاهل هذه الإساءة أصلا، وتجاهل الجو المشحون الذي أحاط باللاعب يجعل أي قراءة للمشهد ناقصة ومضللة.
والأمر لا يتوقف عند هذه المباراة وحدها، لأن اسم لامين يامال دخل من قبل في ملفات مشابهة داخل الكرة الإسبانية. ففي نوفمبر 2024 قالت الشرطة الإسبانية إنها اعتقلت 3 أشخاص بسبب إساءات عنصرية وعبارات تمس الكرامة وجهت إلى لاعبين من برشلونة في الكلاسيكو، وكان يامال من بين المستهدفين. هذا مهم جدا لأنه يعني أننا لا نتحدث عن حادثة منفصلة ولا عن سوء تصرف فردي بلا سياق، بل عن نمط يتكرر حول لاعب صغير في السن موهوب جدا ومرئي جدا، ويحمل في هويته أكثر من طبقة تجعل البعض يحاول تحويله من نجم كرة إلى مادة للصراع حول الأصل والدين والانتماء. وهنا تظهر المفارقة القاسية. اللاعب الذي تحتفي به الشاشات حين يراوغ ويسجل ويحطم الأرقام هو نفسه اللاعب الذي يستهدف خارج منطق الكرة عندما تتكلم المدرجات بلغة ضيقة، كأن الموهبة مقبولة لكن صاحبها نفسه يبقى محل اختبار دائم. كأن عليك أن تقدم المتعة أولا ثم بعد ذلك تبدأ في الدفاع عن حقك الأساسي في الاحترام. وهذا بالضبط ما يجعل صورة يامال وهو يغادر غاضبا أكثر من مجرد لقطة قابلة للانتشار. إنها صورة تقول إن النجاح لا يحميك دائما من الإيذاء، وإن النجومية المبكرة لا تعني أن العمر الصغير صار قادرا على امتصاص كل هذا الضغط بسهولة. ولهذا السبب ربما أخطأ كثيرون عندما ركزوا فقط على أنه لم يبتسم بعد الفوز أو أنه لم يتبادل الحديث بشكل طبيعي مع مدربه، لأن السؤال الحقيقي ليس لماذا غضب لامين يامال بعد الانتصار، بل ماذا كان عليه أن يبتلع قبل أن يصل أصلا إلى تلك اللحظة. فرصة ضائعة؟ نعم. مباراة مشحونة؟ نعم. رغبة في التسجيل؟ بالتأكيد. لكن أيضا هتافات وإهانات وسياق كامل يقول للاعب الشاب إن كل خطوة له تحت المجهر ليس فقط كموهبة بل كهوية. وهنا تصبح اللقطة الأخيرة شديدة الدلالة، لأن اللاعب لم يخرج فقط من مباراة بل خرج من اختبار أعصاب، خرج من 90 دقيقة حاول فيها أن يحسم وأن يصنع وأن يتجاوز الضغط الرياضي، وفي الخلفية ضجيج آخر لا يتعلق بالكرة أصلا. لذلك سواء كان غضبه في تلك اللحظة موجها إلى نفسه أو إلى المباراة أو إلى كل ما دار حوله، فالمؤكد أن الصورة أبعد بكثير من تفسير سطحي يقول كان فقط منزعجا لأنه لم يسجل. وفي النهاية أخطر ما في هذه القصة ليس أن لامين يامال خرج غاضبا بعد الفوز، بل أن جزءا من الجمهور ما زال يتعامل مع لاعب في عمر صغير وكأنه مضطر في كل مرة إلى إثبات أنه ينتمي وأنه يستحق الاحترام وأنه ليس بحاجة إلى أن يشرح أصله أو دينه حتى يترك ليلعب بسلام. لامين قد يهدأ وقد يسجل في المباراة التالية وقد يحول هذا الغضب إلى رد داخل الملعب، وهذا غالبا ما يفعله الكبار فعلا. لكن السؤال الذي سيبقى معلقا بعد كل ذلك هو الأثقل: إلى متى ستظل بعض المدرجات ترى في الموهبة سببا للإعجاب لكنها ترى في هوية صاحبها سببا للهجوم؟ وعندما يعود يامال ليرد بقدمه كعادته قد تنتهي الضجة مؤقتا، لكن ما حدث هذه المرة سيبقى علامة واضحة على أن القصة لم تكن أبدا مجرد غضب بعد فوز،